السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فكرة جديدة من فكرة توتة. انا هعمل النهاردة السمك المقرمش الحلو ده، سمك مقلي مقرمش، وسلطة بابا غنون زي بتاعة المطاعم، والسلطة الخضراء برضو زي اللي بتتعمل في المطاعم بالظبط، والبتنجان الحلو ده، وبرضو رز الصيادية زي بتاع المطاعم. يلا بينا بقى ندخل الفيديو ونشوف الخلطة السرية اللي انا عملتها واستخدمتها في كل الاكل اللي انا عملته. ولايك وشير وسبسكرايب، ولو اول مرة تدخلي عندي في قناتي اشتركي وفعلي زر الاشعار عشان يوصلك كل فيديوهاتي. يلا بينا نبدا نشوف انا عملت ايه. يلا بينا بقى نبدا بسم الله ونتعرف على المكونات بتاعتنا. هيبقى معايا السمك بتاعنا متنضف كويس. عايزه اقول لكم انا منضفاه كويس وغسلاه تاني من جوه وغسلاه بالدقيق عشان الزفاره تروح منه. ومعايا خل، معايا هرسه شطه مطحونه، طحينه، ليمون وفلفل وثوم. هقول لكم هنعمل ايه بالمكونات دي كلها. والبتنجان شويته على شويت البتنجان ده على الشياطه على البوتاجاز عشان نعمل بابا غنون بتاعنا. الرز طبعا هنحتاج له بصل مبشور، لسه هبشره ما بشرتوش دلوقتي. معايا كزبره وكمون وملح للمكونات اللي احنا هنعملها. الخلطه اللي احنا هنعملها خلطه جميله وتحفه، جربيها ومش هتبطلي تعمليها وهتحتاجيها في حاجات ياما. الدقيق بتاع التحمير او القلي، ومعايا معلقه نشا ونص او معلقه صغيره بيكنج باودر وروزماري وزعتر. يلا بينا بقى نبدا. اول حاجه نعملها نعمل الخلطه بتاعتنا، عشان الخلطه بتاعتنا دي هي اللي هنستخدمها في حاجات ياما. هنفرم في الخلاط، هنفرم الفلفل ده بارد مع الثوم، مع الشطه المهروسه او هريسه الشطه دي. انا كنت عاملاها فيديو قبل كده ومخزناها. دي شطه حاميه مش هحتاج منها كتير عشان ما تبقاش حاميه على الولاد يعني. طبعا هناخد منها معلقه صغيره اللي هي معلقه زي معلقه الشاي الصغيره دي. يلا بينا نبدا بقى ايه. هعمل الخلطه وارجع لكم واحنا بنحشي السمك ونقول ازاي يطلع. هتشوفوا ازاي هيطلع مقرمش، وازاي هنعمل بابا غنون بتاعنا احسن من المحلات والمطاعم. نعمل كل حاجه عندنا في البيت. خليكم بقى معايا خطوه خطوه عشان هقول لكم ايه اللي بيتحط على ايه، وازاي السمك يطلع مقرمش، ازاي بابا غنون يطلع زي بره، وازاي رز الصياديه برضو يطلع زي المطاعم بره واحسن والسمك يطلع مقرمش. بصوا بقى، رجعت لكم بعد ما عملت الخلطه اللي انا هقول لكم عليها تاني. فلفل حار على فلفل بارد على ملح على كمون على ليمون على كزبره جافه على خل. خلطنا الخلطه دي كلها، حطيناها في الخلاط وفرمناها. دي بقى هنحتاجها في حاجات ياما. هناخد منها مع البابا غنوج، مع السلطه الخضراء، حته صغيره مع الرز الصياديه. يلا بينا بقى ايه نتبل السمك بتاعنا ونشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجه بقى هبدا بسم الله. ادي السمك، هاخد كده ايه معلقه صغيره كده. انا ما كترتش الحامي عشان ولادي بس. يا ادم بصوا، ادم بيزوني يا جماعه، مش عارفه اعمل منه حاجه. ده الصغير بقى الصغنن بتاعنا عمال بيقول لي قولي لهم ان انا بحب الحامي. ادم بيحب الحامي في اي اكل. طب علي صوتك. عايز شطه؟ لا ما ينفعش تحرق لك بقك. بصوا بقى، يعني انا هحدق كل السمك بتاعنا كده بالشكل ده تمام. وبعد ما ملحت السمك بتاعي هاخد بقى منه كده ايه من فوق الوش. المفروض ان انا افتح فتحية كده من هنا عشان اتبله. هفتح فتحية كده بالسكينة. همسك السمكية كده وبالسكينة من هنا كده عشان التتبيله تخش فيها. ايوه السكينه بارده شويه عشان التتبيله تخش في السمكيه. هحشي كل السمك وارجع لكم. انا عملت فتحه في كل السمك. هحط بقى الخلطه كده جوه الفتحه عشان كل السمك بتاعنا يتبل. على بال بقى ما احضر الحاجات التانية دي كلها هيكون السمك بتاعنا اتبل وخد ايه كفايته في التتبيله اهو بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم ريحه الخلطه دي تجنن. اعمليها مره واحده وحطها في حاجه كده في التلاجة، هتنفعك في حاجات ياما. بصوا بقى، مكان الخلاط مكان ما عملت الخلطه دي هضرب فيها البابا غنون اللي هو البتنجان ده. انا شويته زي ما قلت لكم على الشياطه. هشيل ده كده منه وهحط ده في الخلاط، ومعاه معلقه من الخلطه دي، معلقه كبيره شويه، وهحط معاها الطحينه بتاعتنا. كل ده هضربه في الخلاط وارجع لكم تاني.
وادي سلطه البابا غنون اللي انا قلت لكم عليها بعد ما عملتها في الخلاط. خلاص ضربت كل المكونات، زودت بس عصره ليمون وزودت شويه خل وحطيت معلقه زيت على كل المكونات اللي انا قلت لكم عليها. جربيها طعمها تحفه. طبعا انا معايا قشر الليمون ده ما تزفرش مني خالص. انا طبعا بخزنه في الفريزر عشان اعمل خلطات الليمون. لو انتوا عايزينها هحط لكم اسالوني على الفيديو بتاعها، هتخشوا عليه هتلاقيني بستخدم قشر الليمون ده ازاي. مش برمي اي حاجه خالص. يلا بينا بقى نعمل شويه الرز الصياديه بتاعنا على ما السمك يتبل. ادي بقى ايه، عملت بصلايه كده كبيره او بصلتين صغيرين، قطعتها ناعمه كده مع معلقتين زيت اكل من زيت آلية وهحاول ايه ان انا احمرهم بقى تحميره حلوه كده، اغمقها شويه. هوريكم درجه البصلايه بتاعت رز الصياديه بتبقى قصدي بتبقى عامله ازاي. هحمر البصلايه وارجع لكم. بصوا بقى درجه البصلايه دي يعني هغمق حاجات بسيطه خالص، هخلي الابيض ده مش موجود، مش لدرجه برضو ان انا احرقها، بس هغمق شويه. بكده بقى انا هضيف الميه بتاعتنا بتاعت الرز، كوبايتين رز عليهم كوبايتين ميه. هو دلوقتي الميه بتاعتي خلاص بتغلي اهي بالبصلايه. انا غسلت الرز كويس وصفيته. هضيف بقى الرز واشوف بقى المكونات اللي هحطها مع الرز اللي يطلع زي رز المطعم بالظبط. بعد ما ضفت الرز بتاعي اهو اوريكم. بص اللي بيبقى الميه مغطياه، كوبايه رز عليها كوبايه ميه زي اي رز احنا بنعمله اللي هو الرز المصري اللي هو العادي. هعمل ايه بقى، هضيف معلقه كده كويسه من الخلطه اللي انا عملتها على الرز بتاعنا. ولو عندك بقى مكعب مرقه دجاج ما يضرش، انا بحب مرقه الدجاج عن نفسي. حط كمان حته صغيره كده. هسيب بقى الرز يستوي ونرجع بقى نشوف هنعمل السمك المقرمش ازاي، والخلطه اللي احنا هنحطها على الدقيق بتاعنا عشان يطلع السمك ذهبي كده ومقرمش. السلطه الخضراء ما تحلاش السمك والرز الصياديه الا بالسلطه الخضراء. السلطه الخضراء بقى هنعمل ايه. انا قطعت الطماطم، هحط لها خيار مبشور وجزر مبشور، سلطه المطاعم طبعا. والخضره بتاعتنا عباره عن شبت وكزبره وبقدونس، والمفروض يبقى فيه جرجير بس دلوقتي ما فيش جرجير متاح، يعني ما عنديش دلوقتي في البيت. معلقه بقى بتاعت الخلطه السريه، معلقه حلوه كده عشان السلطه بتاعتنا تبقى ايه مشطشطه وحلوه. وهنضيف لها بس شويه فلفل اسود وسنه بسيطه من زيت الاكل، بس مش اكتر من كده. مش هحط حاجات تانية خالص غير اللي انا بقول لكم عليه ده. احط بقى ايه شويه فلفل اسود كده صغيرين. ادي شويه الفلفل الاسود مش كتير عشان احنا حاطين شطه كتيره، وشويه زيت كده صغيرين زيت اكل. ونقلب بقى ده كله ببعضه كده ونشيلها في التلاجة عقبال ما نخلص الاكل بتاعنا. يلا بقى نخش على السمك وتتبيله السمك والدقيق بتاع السمك. يلا بينا بقى نخش على الخلطه بتاعه تحمير السمك بتاعنا. ادي الدقيق، انا مش بحب احط دقيق كتير عشان لما يتفضل حاجه مرميهاش. معلقه صغيره بيكنج باودر ومعلقه نشا زعتر وروزميري. تمام كده. نحط بقى كمان شويه ملح صغيرين اهو كده بالشكل ده، واقلب كل الخلطه دي مع بعضيها. شوف بقى السمك بتاعنا هيطلع لونه ذهبي كده ومقرمش، والخلطه بقى هتديله تتبيله كمان حلوه غير التتبيله اللي احنا عملناها. هو ما كانش محتاج ان احنا نعمله الخلطه دي، بس انا حبيت اقول لكم ايه انا بعمل ايه مع السمك. خلاص كده قلبناه كويس قوي. السمك بتاعنا في التلاجة بقى نطلعه من التلاجة ونبدأ نقليه. انا معايا الزيت على النار. يلا بقى بسم الله الرحمن الرحيم نحط السمك بقى في الدقيق اهو. بسم الله بالشكل ده كده. نخليها كلها تتغمس بالدقيق، وبرجع اعمل ايه انا بقى، برجع انفض منها الدقيق ده ايه شوية كده، حطه واكمل الباقي. خلصت السمك كله، حطيته كله في الدقيق، ومعايا بقى الزيت على النار خلاص سخن. يلا بينا بقى نبدأ نقلي سمكنا. بصوا السمكية شربت الدقيق خالص عشان بقى الدقيق بتاعنا ما ينزلش في الزيت ويتحرق. يلا بينا بقى نضيفه في الزيت. دي السمكية حطيتها، وطبعا انا منفضه منها دقيق على قد ما اقدر، وكمان في دقيق يعني هي شربت الدقيق شويه. هقلي السمك بقى كله وارجع لكم نشوف الطبق بتاعنا الرئيسي هيتوضب ازاي.
شفتوا السمك قد ايه طالع لونه ذهبي كده وطالع مقرمش. سر الخلطه اللي انا عملتها خليته طالع كده. هكمل بقيه السمك وارجع لكم تاني بقى نشوف الطبق احنا عملنا فيه ايه. وعملت زياده كمان كده قليت بتنجانيه كده، هوريكم برده انا قليتها وعملت حطيت عليها برده من الخلطه بتاعتنا. عملت طبق كده حلو كويس. لو عندك بقى عزومه وعايزه تضيفي اي حاجه كمان تضيفيها، هو ينفع العزومه ويشرفك قدام اي حد عندك. الرز بتاعنا كمان استوى، وبكده ابقى خلصت الطبق بتاعي النهارده، طبق السمك الحلو ده اللي معاه البتنجان والسلطه الخضراء والبابا غنون، او بالشكل ده كده السلطه الخضراء والبتنجان. حطيت طبعا من الخلطه بتاعتنا اللي احنا استخدمناها في كل الاكل النهارده على البتنجان. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو اول مره تتفرجي على قناتي ما تنسوش تشتركي من كلمه اشتراكي باللون احمر وتفعلي زر الاشعار عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد من فيديو توته وفكره جديده من فكره توته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.